إذن دكتورة كريمة سايح، دكتورة في تعليمية الرياضيات، خريجة جامعة ليون كلود برنار ليون 1 بفرنسا، متحصلة كذلك على ماستر في الهندسة التعليمية انجينيوري إدوكاتيف من جامعة لومون، وخريجة جامعة الباجي مختار عنابة في تكوين ما بعد التدرج في الإعلام الآلي. طبعا كذلك عضوة في لجنة التربية للاتحاد الإفريقي للرياضيات، عضوة كذلك في مؤسسة صناعة الغد في المجلس العلمي، وكذلك رئيسة لجنة يقظة التربية لنفس المؤسسة، مؤسسة صناعة الغد، تحت رئاسة السيد بشير مصيطفي الوزير الأسبق. إذا أشكر أولا جمعية الخوارزمي على رأسها السيد المدير، وأشكر كذلك السيد ولي ولاية واد سوف على تنظيم هذه التظاهرة وجامعة واد سوف. إذا حضوري هنا كباحثة في تعليمية الرياضيات ومؤسسة أول متحف لتاريخ الرياضيات والإعلام الآلي بولاية عنابة والجزائر وحتى في إفريقيا. نعم، شكرا. إذن هذا المتحف حاليا هو مدون على الخريطة العالمية لمتاحف الرياضيات، وهو يعني يسعى دائما إلى إيصال المفهوم الحي لمادة الرياضيات، مفتوح لجميع التلاميذ من 5 إلى 99 سنة. يهتم أنه الهدف منه أن يجعل الرياضيات مادة حية وممتعة من خلال الممارسات والوسائل الموجودة فيه. طيب تعرف ربما معك مباشرة حول هذا المتحف، ربما هذا المتحف يعني هذا النادر اليسير منه فقط. نعم هذه النسخة المتنقلة للمتحف. يعني المتحف هو عنده مساحة يعني كبيرة، هو 4 غرف بالتقريب، حاليا تقريبا 200 متر مربع، يعني في ولاية عنابة حاكم مساحة، على أساس أنه إن شاء الله راح يكون أوسع. وهذه النسخة منه المتنقلة. وين موجود في عنابة؟ يعني في وسط المدينة في ولاية عنابة، في مؤسسة الأوائل الخاصة بالتربية والتعليم. يعني عدة أشياء. يعني هذه المخيم يعني لما استدعوني فيه وكان عندي لقاء يعني مع الله يبارك قامات في الرياضيات من داخل الوطن وخارج الوطن، ولنحيي يعني دائما السيد رئيس الجمعية على هذا نجاح هذا المخيم. حتى نوعية الطلبة يعني والتلاميذ اللي صادفناهم عندهم شغف كبير في المادة وحب للمادة، فضول يعني أسئلة ما كنتش نتوقعها يعني انهم يسألوها. يعني حتى هم يعني ما شاء الله عندنا ان شاء الله نخبة. وهذه المشاركة الثانية للمتحف، لأنه سابقا عندها 14 يوم تقريبا كان في اليوم العالمي للرياضيات بالمدرسة العليا للرياضيات بالعاصمة في سيدي عبد الله. كانت دائما النسخة تاعو المتنقلة تم عرضها مع طلبة، والآن هي مع التلاميذ دي وركشوب، هناك ورشات يقوم بها التلاميذ. هذا الشكل. نعم، دونك هذا لهنا هو بما يعرف جسر ليوناردو دافنشي. هو جسر بدون يعني ما فيهش ني بولون ني فيس ني ريان دو تو، يركب متمونطا ديريكتومون في بعضها. يعني هو جسر كما ترونه صحيح، مجزأ معناها مجزأ وركبوه طلبة الآن. يعني حاليا هو مازال موجود في بعض الدول، وكانوا يستعملوه للتنقل، يعني كما يتنقلوا يلقوا مثلا غيفيير ولا حاجوات، يحطوا الجسر هذا هزين وحطب يحطوه ويمروا عليه. هو يعني صحيح صلب وبدون أي يعني حتى التلميذ الابتدائي يقدر يمونطي. دوك عاد كان الوسائل باش يشوفوا، وانما احنا الهدف منه الشرح الرياضياتي والشرح الفيزيائي للجسر، ماهوش فقط لتركيبه، وانما كيف مثل هذا الجسر يصمد والثقل يقدر يهزه. نعم. عدة أشياء عندنا مثلا لهنا الاستدلال بدون كلمة، معناها من خلال الصورة من خلال الرسومات يقدر يبرهن، يشوف برهان تاع حاجة. مثلا المحيط تاع الدائرة أو مساحة الدائرة بي ار او كاري، نشوف لنا بي ار ولو ار، دونك تبانوا علاش بي ار او كاري. مثلا المتتاليات، دونك يفهمها وعلاه المتتالية هذه تساوي بشكل هندسي. هذا اللي حاجة معروفة ياسر، شريط موبيوس منسوب إلى صاحبه موبيوس، اللي عنده الميزة أنه نقدر نمر على الشريط هذا، نكون داخل ونكون الخارج بدون أن أرفع إصبعي، يعني بلا ما نغير نهز صبعي ونغير الاتجاه.
دونك هذا اللي يستعمل في الاندستري يعني في لي كوروا. عندنا الجانب الجمالي للرياضيات من خلال لوريغامي لي كيريغامي اكسترا. دونك حتى بينا حتى في الفيديو قاعه الرياضيات والفن. المثلث السحري، يعني هذا مثلث بنغوس اللي يظهر وكأنه مثلث خدعة بصرية، وإنما هو ليس مثلث، وإنما من رؤية من زاوية معينة يظهر للشخص وكأنه مثلث. إلى جانب ورشات الإعلام الآلي بدون حاسوب، وين التلميذ يتعلم التفكير الخوارزمي خصوصا جدنيم كذلك. نمر الآن إلى التاريخ. هذا المكان جبت عينة من قاعة الرياضيات العد والحساب عبر الحضارات، وين في المعرض نتاعنا نعرضوا من الحضارة السومرية البابليون إلى الحضارة الإسلامية، مرورا بالحضارة الفينيقية والروم والإغريق والمايا. كحين تم يعني بحث تاع 4 سنوات قمت به هذا المتحف، واللي سندني فيه هو الابن نتاعي اللي عمل دراسات عليا في الرياضيات وتخصص في كينغز كوليج لندن ميديكال انجينيرينغ، وهو يساعدني خصوصا في بما يخص الإعلام الآلي والبحث في الإعلام الآلي، في تاريخ الإعلام الآلي. دونك لهنا لوحات طينية مكتوبة بالكتابة البابلية كونيفورم، وجسدتها يعني في المتحف. مثل هذه اللوحة متواجدة في متحف لندن، واللي طبعا استشرت فيها باحثة اعطتني يعني الإذن اني نستعملها ونعمل نسخة منها لجانب تربوي وليس لجانب ربحي حتى يتعرفوا على التلاميذ. إذا الكتابة المسمارية لاسترولاب هذا دونك خدمناه في إيران، ونعم جانا من إيران، واللي الاستعمال نتاعو جد صعب. تلاميذ من الجامعة أو الثانوي يقدروا يفهموا أسترولاب هذا مع عدة أقراص. طبعا إيباتيا ألكسندر الإسكندرية سي لا ديسيكسيون دو كون. هذه لهنا أول آلة حاسبة لقيام بجدول ضرب مساطر لوكاس إيجناي. الآن التلاميذ راهم الطلبة يديروا في ورشات بها. هذه عصا نيبل نسبة إلى نيبل اللي عمل اللوغاريتم نيبريان، كيف للعمليات الحسابية الضرب والقسمة. وأخيرا لهنا نشوفوا باللي كان إن فاليز يعني حقيبة رياضياتية فيها ألغاز رياضياتية فقط مع الوسائل نتاعها، بعض منها اللي عندي بالتقريب 200. تنشيط عقل التلميذ، التفكير المنطقي الخوارزمي الجبري بطريقة غير مباشرة. يعني حتى كي نحط التلميذ نمدلو هذه الوسائل بدون شرح من خلال الرسومات ويشوف المرفقات اللي معها يفهم المطلوب. نعم هذا باختصار يعني حاجه موجزه. وكنا في الورشات دوك التلاميذ عندهم 6 ورشات عطيتهم لهم بعد التدخل نتاعي. كل ورشه مختصه عطيت لهم الجانب التاريخي، عطيت لهم هذوما عصا لوكاس، عصا نيبر، عطيت لهم مساطر لوكاس، عطيت لهم الكتابه المسماريه. في تفاعل يعني لقى صدى ما شاء الله، يعني من كاينه صدى يعني صدى، وان شاء الله راح تكون نسخه اكثر يعني فيها وسائل لان الترغيب في فن الرياضيات، الترغيب في الماده، يعني باش نجعل التلميذ يحب الماده بدون ما يحس انه يمارس في الرياضيات، هو قاعد يخدم في المنطق. لانه حاليا تكوين التلميذ لازم يكون حول التفكير الخوارزمي المنطقي وليس فقط، لانه هذا اللي حيخليه نكون شخص كما دائما نقولها انه في المستقبل ما نخرجش جميع التلاميذ رياضيين يعني مختصين في الرياضيات، وانما نكون يعني رجل الغد اللي قادر يعالج اي مشاكل تلقيه في حياته اليوميه او العمليه بتفكير سليم ومنطقي، وليس بالاكيد انه يخرج لرياضياتي اختصاصي.